أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين أحبابي في الله، ويا رب دايما نكونوا متجمعين على الخير دايما يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولكم العافية ولكم كل جزيل الشكر والتقدير. تابعونا اليوم على قناة الفلاح المصري العبقري. سوف تلاقوا جميع كل ما تحتاجوه في عالم الزراعة: زراعة الأسطح، زراعة حقائل، زراعة أشجار الفاكهة، جميع أنواع الزراعة، كل ما تحتاجوه في أنواع الزراعة. زراعة محاصيل الزراعية زراعة المحاصيل الزراعية في المنزل أو على السطوح، زراعة المحاصيل الزراعية في الحدائق الزراعية الكبيرة، جميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية. عاوز تعرف المحاصيل الكويسة من المحاصيل اللي هي مش كويسة؟ هنعرفك كل حاجة على قناة الفلاح المصري العبقري. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناة الشبل اليوم. أحبابي في الله، لا تنسوا الاشتراك، احنا معاكم دايما وكل جديد على قناة الفلاح المصري العبقري. ربنا يا رب ربنا يا رب يجعلنا في عون الناس ونساعد بعض، وأرجو الدعاء بصالح الأعمال، ولكم جميع جزيل الشكر والتقدير. تابعونا. الفلاح يا جماعة الفلاح يا جماعة هو الذي الفلاح له أثر كبير في حياة الناس، كما أنه ذو أيادي بيضاء ممدودة نحو السماء. كيف لا أن أصف ذلك الإنسان الذي يغرز البهجة في كل مكان وزمان؟ كيف لا يغرز البهجة وهو يمنح الأرض حبة وشقاؤه فرحة وتعبه؟ بما لا يمكن إنكاره أن الفلاح خلق للكد والعمل والتعب والشقاء، كما خلق أيضا ليمنح الأرض لمساته الحانية ويسقيها من حبة الوفير ومن عرق جبينه. لا أحد يعلم كم يقاسي الفلاح وهو ينبش ويحفر ويرش البذور حينا ويزرع تحت الشمس حينا، وتجلده الأمطار حينا آخر، لكنه سعيد ولا يشقى من طول ساعات العمل ولا يبقي للملل، فهو الفلاح القوي الذي يعمل بلا كلل. احنا معاكم دايما ومستمرين إن شاء الله. أحبابي في الله، لكم كل جزيل الشكر والتقدير. صباحات إن صباحات للمزارع هي بدايات الحياة، فتلك الثمار والخضروات التي نشتريها جميعا لتؤكل أو تطهى في بيوتنا هي رزق الله وقدرته عز وجل في تحويل البذرة إلى شجرة مثمرة، ويد الفلاح التي تعمل صباح ومساء كي ترعى تلك البذور وتحمي تلك الثمار من كل من يدنو نحوها من دواب وحشرات مؤذية وأيادي مخربة حتى تصل إلينا ونتذوق حلاوتها. يروي الفلاح بذور ويجمعها وينصرها وينادي ربي في الصباحات الباكرة ويدعوه أن يكون عونا له في يومه الطويل. وأنا أفتخر لاني فلاح يا جماعة وبزرع وبحصد. أفتخر لاني فلاح لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاجتهاد والعمل. وإن يا جماعة احنا بنأكل ناس، الفلاح بيأكل ناس يا جماعة محتاجين في الزراعة وهكذا. ويغني أغنية للحصاد: يمشي غبطا مسرورا لا يسنيه التعب عند بلوغ المرام. وهو يعلم علم اليقين أنه لو توقف يوما عن المسير فقد تزهو نباتاته التي سقاها من عرق جبينه، وقدم لها كامل الحب والعطاء حتى كبرت واستطالت نحو السماء، شاكرة ربها على ذلك الأمر الذي ما مرح يوما وما أسناه الشقاء عن العطاء. قلنا إن تلك الشجرات كبرت وترعرعت حتى بلغت عنان السماء قوية تقف في وجه الرياح والأمطار والعواصف المدمرة، وهي شامخة، فقد تعب الفلاح حتى كبرت وصارت وتغني للحياة والأمل والحب والعطاء، وتدعو ربها إن يحفظها صباح ومساء.
سمعت جدتي ذات يوم تقول قولا عجيبا بينما كانت تقف قرب شجرتان: إذا مر طفل يلعب الزاق وألقى فكرته عاليا حتى أصابت الشجرة. زعلت وأن أراقب رد فعل جدتي، فقد ألمتها تلك الضربة حتى خيل إلى أن الكرة أصابت جزءا من جسدها. أمسكت الشجرة تحسست ذلك الجزء الذي أصابته الكرة، وكأنها تحسس جسد طفل مسكين أعياه التعب. ظننت أن للشجرة روحا. تناولت الكرة قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ونادت ذاك ذلك الطفل الشقي وسألته عن فعل، وشرحت له كيف أنه أذاها قبل أن يؤذي الشجرة. أخبرته جدتي ذلك الطفل أن كل شجرة من شجرته هي ولد من أولادها، وكل فرع من فروعه وحفيد من أحفاده. فهناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولكم كل جزيل الشكر والتقدير. تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.